سلام، يا رب تكونون بخير. اليوم راح نقضي يومنا سوا. فيلا بينا نبدأ بالسكين كير، لأنه أني يومي بدأ قبل كم ساعة، بس كان عندي يوتيوب فيديو لازم ينزل وما نزل بالوقت المناسب. يعني ما نزل البارحة، نزل يوم بعد. فكنت أخلص الثامنيل، هاي الصورة اللي تشوفوها وهيجي، ونزلته بأسرع وقت ممكن. بس باليوم اللي كان لازم ينزل بيه ما كنت أحس نفسي إنه أني زينة نهائيا، اتأجل الإديتنج وكل شي. وهذا دا يصير لأنه أني دا أسوي إديت ودا أصور بآخر كم يوم، فدا أحصر نفسي. تعرفون هذا الشي اللي نسويه لما نكون دا ندرس ونخلي الدراسة كلها يعني تبقى لآخر لحظة. أنا أسوي نفس الشي واليوتيوب، عندي فيديوهات هواية وعندي كل شي، بس الإديتنج أو المونتاج وهيجي إنه أضبط الفيديو أخليه آخر لحظة. هل هي فكرة جيدة؟ لا طبعا أكيد مو فكرة جيدة. فأنا شنو سويت اليوم؟ هو مو اليوم نزل الفيديو، أنا عندي مقاطع مال فيديو مصورتهم قبل، فهذول المقاطع راح أشتغل عليهم اليوم، أخلصهم لحد ما يجي الأسبوع الجاي وينزل هذا الفيديو اللي لازم أنا أخلصه بهاليوم. مخلي التقويم مالتي، ولهذا شوية الأحرف يمي يعني مخربطة، بس مجبورة. المهم اليوم ما عندي غير شغل واحد، فأقدر أروح لما أخلص كل الأشياء اللي عندي يا راح نسوي كم شغلة. نروح للبريد، راح أسوي لكم unboxing. أكو شغلة حابة أسويها، ما أعرف ليش قطعت، بس أكو شغلة حابة أسويها اللي هي لها علاقة بالفيجن بورد. ف ان شاء الله انه اسويها اليوم وياكم. شعري بعد مثل ما هو ما مسويته، فدا يتكفش شوية شوية على اقل من مهلة. المهم راح اخلي هذا الاختراع. اخذت ليب لاينر لونه خرافي، اشوفكم اياه بعدين، بس كلش حلو. اقدر اخليه ويا كل الالوان تقريبا، بس حاليا راح اخلي هذا الليب لاينر على مود بس شوية ينطي تحديد للشفايف. لان من اخلي هذا الاختراع مال رير بيوتي اللي هو ليب اويل، احس هيك الشفايف تصير مبهذلة، ماكو حد الها، فما يعجبني. راح اخلي هذا الواقي شمس، مو كلش عاجبني بصراحة، بس يعني لازم اخلصه. هذا من سيزديرما. راح نسوي انبوكسينج المنتجات، اخذتها من امازون. يلا بينا. بما انه هذا الجي فاكتور من سيزديرما خلص، يعني دا اشوف بعد. المهم راح اخلصه اليوم. قلت للبنية الصيدلانية اللي يعني تقول لي شنو استخدم البشرتي تخلص السيزديرما، فانطتني منتجات اثنين اخذهم. وهذا اول واحد اللي هو من فلوريدا باريس، ميزو ماسك. هذا هو تمام. ما يد افتحه لانه ما ادري يعني افتحه، بس احب اقول لكم شغله، انه هذول اختراعات غاليه. اوكي، قاعد كل هاي الباكيت على شنو؟ انتوا عبالكم هاي العلبه كلها مليانه منتج، باع المنتج شقد؟ بس هذا الموجود بالداخل. المهم اللي هو شقد 50 ملي. هذا أول منتج اللي هو للبشرة. هذا الاختراع اسمه همنا من فلوريدا NCEF Reverse Eyes. الكلمات كلها بيها حرف السين اللي أنا ما أقدر أنطقه. أعتقد هذول شركة فرنسية. يب، هذا هو شكله. كاميرتي جميلة تبين. المهم هذول هم المنتجات، وهمنا قالت لي آخذ غسول لأنه الغسول اللي عندي خلص، فأخذتهم. وهسه راح أدزلها رسالة أقول لها إنه وصلوني، فشنو أستخدم لا مو شنو أستخدم، شلون أستخدمهم. وبس عندي همينة هذا الانبوكسينج اللي راح اسوي لكم اياه بالليل، لانه هسه ما راح الحق، لازم نروح للبريد لانه يا دوب يعني. بس قبلها انا سويت الاديت لانه كل شي اكتبه هنا. راح اخذ الدفتر والتليفون، وراح اخذ هاي الكاميرا وياي. وهمينة شنو بعد اخذ؟ ما راح اخذ هاي الكاميرا الكبيرة، ان شاء الله يكون بيها شحن وما تسوي بيها مقلب مرة ثانية. ونروح للبريد وندز باكج. فيلا بينا. ما لحقت اجهز الباكج بالبيت، او ما اقدر اسوي هذا الشيء لانه الاغراض اللي اجهز بيها التيب وهذولا كلهم بالسيارة، فراح اسويه بالسيارة وبعدين انزل على البريد رأسا. فيلا بينا. وصلت للبريد، ومعلومة انا مش انت تعرفها، اليوم عطلة فالبريد مسدود. ما اعرف اذا اقدر اسوي دروب اوف باكج، انه اذبه بس هناك، راح نشوف. ولكن هذا اللي اكتشفته لما اجيت. انتوا لا تشوفون اني شلون مخلية الكاميرا يعني واقفة على الحفة، راح تنهار في اي لحظة. المشكلة الدنيا برا اكو هوا، بس بالسيارة حارة، وما اقدر اشغل السيارة لانه الصوت يصير خرافي بالفيديو. لو نازلة وشال الغراض من السيارة مال الباكجينج ومساعدتهم للبيت ومخلصة شغلي، كان احسن لي بألف مرة من اللي دا اسويه هسه. بس يلا نتعلم من اخطائنا. هذا هو الاختراع اللي دا دزه. لا تقولي شنو هذا، لانه انا عن نفسي ما اعرف. اعتقد هي لعبة وتلبسوا هذا اللبس. المهم
لحد ما سويت هاي الكرتونة هيجي عزة، يعني لو قاعدة دا اتعارك ويا أحد همنا ما كان صرفت هالقطاقة. تعبت، مشكلة إنه أني بالسيارة فالمساحة محدودة. زين ليش ما أنزل وأسويها بالصندوق ورا؟ لا، المهم وصلت مرحلة الليبل الحمد لله. هسه راح أستدها. المشكلة وين؟ إنه أنا جدة أدخل جدتي ما دخلت. زين أنا أريد أصور، زين شلون؟ راح السما ايش قد حلوة تخبل كلش على السما. المهم راح أفوت وأدركها وأنا يلا. المهم هسه ننطلق إلى الشغل. هسه تعبت تدرون؟ يعني هذا الباكت كان صعب. لازم أشوفكم الجو. تشوفون السما ايش قد حلوة؟ والشجر هذا هنا بعده أخضر بس اكو أماكن ثانية ورا هناك الألوان تتغير. خبل. رجعت لكم وأني صارت دبل قطبي بس الجو بارد وبكل صراحة البيت دافي بس أنا بعدني لابسته لأنه حسيت إنه هيك أريد أكون دفيانة. وكنت حابة أسوي لكم أنبوكسينج وأصور للتيك توك، يعني أصور لكم للتيك توك بنفس الوقت، ولكن بصراحة الوقت هسه تأخر فما راح أصور للتيك توك، بس راح أسوي لكم الأنبوكسينج لأنه أنا وعدتكم فأني ما أخلف بوعدي. بس الأغراض راح أخذها من التشيس أشوفها لكم بعدين أرجعها للتشيس وأسوي أنبوكسينج للتيك توك على الأغلب باكر. نشوف شنو يصير. قبل الانبوكسينج حبيت اقول لكم شغله. البنيه الصيدلانيه اللي قالت لي انه استخدم منتجات البشرتي وهيجي، حكيت وياها قلت لها شلون استخدمهم هذول المنتجات وصلوا، فكانت تقول لي هذا غلط، كان لازم اني اطلب شيء ثاني، فهي دزت لي صوره منتج غلط فانا طلبت منتج غلط لازم ارجعه، وحاسه بتأنيب ضمير لانه اني فتحته، فالحمد لله انه اني ما فتحت هذا العلبه هاي نفسها، فاتاكد انه بيرفكت يعني وارجعه لانه المنتج جديد ولو اكره هاي الفقرة إنه أرجع أشياء. يعني قالت لي تقدرين تستخدميه بس أني يعني ما محتاجتها، عندي هذا المنتج الجوه عيني فمو مال أستخدم 10,000 منتج أو ما أستخدمهم يكونون يمي بس أني أستخدم شغلة واحدة. فهسه هذا راح أرجعه وآخذ المنتج الثاني اللي هو مكتوب عليه NCEF Reverse بدون الآيس. هذا آيس فمكتوب عليه هيجي فيستخدم جوا العين، هي تريد اللي لا يستخدم جوا العين يستخدم على البشرة. المهم بس هذا راح أخليه. ننتقل للأنبوكسينج، يعني شوية قصة هيجي سريعة ما إلها أي داعي بس مو مشكلة، قلت خلي أسوي لكم أبديت. المهم أول منتج هو هذا الغسول من سيرابي Foaming Facial Cleanser for Normal to Oily Skin. هم أنا قالت لي أخذه على مود بشرتي لأنه اللي عندي خلص فقلت أخذ هذا. لاغوش باسي سيكا بلاس بام بي 5. أخذت كونسيلر من أنستازيا لأنه الكونسيلرات اللي عندي إذا أحسهم قديمين كلش فأحتاج شي جديد، وهذا حسيته لطيف. التركيبة مالته لما جربتها على ايدي كانت كلش كريمية. الكفرج مالتها يعني اوف بس كريمية هواية فما حسيتها يعني ممكن انها تأذي جوا يعني تبين الجفاف. هم أنا أخذت هذا 100% cold pressed virgin marula oil، هذا للشعر من The Ordinary. كان عندي واحد فهاي ثاني مرة أخذه. هو زيت للشعر ما أحطه على كل الشعر بس على الأطراف هيجي لما بعد ما أسبح يجي رطبة ينطي انتعاش لطيف تقدرون تستخدموه بعدين تغسلون شعركم. همين أخذت هذا الفاونديشن بس هذا كانوا كاتبين عليه سكين كير انفيوزد هيجي شيء، يعني انه اكو بيه منتجات مناسبة للبشرة كأنه سكين كير يعني. فمن About Face هاي الماركة تخبل والديسبلاي مالتها بألتا خرافي والألوان يعني أوه ماي جاد يخبل يخبل. هذا البراند كله هيك على بعضه يخبل. فهذا جديد الفاونديشن فقلت راح أجربه، والكفرج مالته خفيف على فكرة مو قوي، هم كاتبين ميديوم بالنسبة لنا إحنا الشرق أوسطيين يعني هاي تعتبر لايت 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 فد مرة، فقلت حلو حتى لو أريد للشغل راح يكون مناسب. وأخيرا وليس آخرا أخذت هذا الليب لاينر اللي هو من كولر بوب، اللون كيكة مال ينوكل يعني من قد ما هو حلو، اسمه شوت كلوك يا كلش كلش حلو. اللون مالته بنفسجي يوسخ على وردي على مدري شنو فيلوق هواية ويا نوعية ودرجات وألوان الحمر اللي أني أحبها. وأخيرا فد مرة اللي هو مو شي أنا اشتريته بس هاي هدية عيد ميلادي، هاي الماسكارا اللي هي مكتوب عليها better مو مكتوب عليها سوري
اسمها من تو فيس، اسمها Better Than Sex Mascara التيني تايني سايز. طبعا باقي عندي هدية عيد ميلادي من سيفورا أروح أخذها، بس ما صار عندي مجال، يمكن باكر أروح أعتقد، لأن لازم أرجع على الاختراع. المهم سننتقل إلى شنو؟ أنا عندي هسه يا أما أسوي رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3 اللي هو آخذ شاور بعدين أرجع لحياتي الطبيعية. أعتقد راح أسوي هيجي على آخذ الشاور وبعدين أكمل باقي اليوم. رجعت لكم بعد الشاور الخفيف اللطيف. راح أستخدم تونر، هذا من فارماسي، هذا بنسبة تقشير. راح أخلي هذا السيرم همنا من سكين 1004 السنتالا سيرم. كسرت أظفر اليوم، ما كسرته، قصيته بالسكينة. الحمد لله إنه الأظفر هو اللي انقص، يعني مرات ياخذني الوهس. هذا الاختراع اللي هو الكيفت اي انتي دارك سيركل سيرم تبع البشرة. It's glowing. جبت إضاءة على مود شوية الوضع يكون يتحسن، يعني ما أدري إيش قد متحسن. راح أكتشف هذا الشي بس أسوي هذا الفيديو. هسه عندي فيديو هنا اللي هو get ready with me. مدة الفيديو 33 دقيقة، وهذا الشي نادرا ما يصير. شوفوا أنا ما أعرف شنو سالفتي اليوم، بس عندي طاقة حكي ما موجودة بصراحة في أي مكان آخر، ولا موجودة عندي في أي وقت آخر. ما أدري شنو صاير. المهم ف33 دقيقة مو وقت هواية، عادة فيديوهاتي تكون ساعة ونص ساعتين. فاليوم أو هذا الفيديو يعتبر كلش مناسب. راح أحاول إنه أني أخلصه بيوم واحد، فنشوف شنو راح يصير. يلا نبدأ. الهدف انه الفيديو يكون مدة مالته 9 دقائق 10 دقائق اكثر شي. فهل راح نقدر نوصل لهاي المدة؟ لا اعلم، راح نشوف سوا. يلا بينا نبدأ. تدرون شنو؟ راح اخلي تايمر انه نص ساعة، واذا اكون خلصت او ما خلصت يكون خلص، يعني ما اسوي شي ثاني، لان جاي عبالي اسوي شغلة ثانية، فعندي يكون عندي وقت. يا جماعة الخير، خلصت الرف كات اللي هي أول تقطيع للفيديو، مع إنه نص ساعة بعدها ما خلصانة، باقي دقيقة وشوية. ف that's so good. الفيديو طلع 9 دقايق و13 ثانية، أعتقد كان 35 دقيقة 33 دقيقة هيك شي. ف I'm very so proud of myself. Good job for me. طبعا يحتاج إنه ينقعد له قعدة ثانية، أعتقد يحتاج له تقريبا 45 دقيقة على مود يتقطع بعد أحسن، وأخلي عليه السوالف اللي لازم أخليها، وبعدين أصفي الصوت، وهاي هيجي سوالف حلوة بس تاخذ وقت. فهذول الأشياء أقدر إنه أنا أخلصهم خلال تقريبا 45 دقيقة، بعدين يتحمل. وأخيرا راح أخليه على اليوتيوب. إنه أنا كلش حابة أشتغل على الفيجن بورد. شنو راح أسوي، شلون راح أسوي، ما أدري، راح نشوف. بس هذا اللي إجا على بالي، يلا بينا. شي ممكن ما تعرفوا عني إنه أنا إنسانة أحب دائما أكون متغطية بأشياء وسوالف، فإذا ما أكون متغطية بهذا أكون لابسة روب، فأحب هيجي الكوزي فيل. إجا وقت الفيجن بورد. يا جماعة الخير، باقي شهرين ل 2025، يعني خلينا نقول 60 يوم، وبهذول 60 يوم نقدر نسوي هواي أشياء. يعني أنا اللي كنت حابة أوصل له فكرة إنه دائما أصور فيديوهات، دائما أسوي مونتاج، دائما يكون أكو شي شاغلني بحياتي دا يفيدني على مود أكون ملتزمة بيه. وهذا الشي ما يعني إنه أنا دا أوصل هدف معين، أنا بس دا أغير أشياء موجودة بشخصيتي، أخلي نفسي أكون متعودة على التزامات معينة أكثر، أو يكون اكو مثل انه ماكو وقت فراغ، اكو دائما شيء اني شغل نفسي بيه على مود اتطور. اذا مو تطور له علاقة باشياء اني حابة اوصل لها، يكون تطور له علاقة بشخصيتي اني، يعني مثلا ما اكون كسولة، ما اجل اشياء. وهذا الشيء اللي صار هذا الشهر، او كل شيء صار هذا الشهر، خلاني بصراحة احس انه اكو تطور ولو بسيط بشخصيتي. الحمد لله. فعندي هاي الفيجن بورد اني سويتها بداية السنة. اعتقد الفيديو موجود بالقناة من زمان او بداية السنة. وطبعا اكو هواية اشياء تغيرت. مثلا عندي هنا هاي الورقة، هذا كان تشالنج اللي هو 12 شهر. كل شهر يكون اكو تحدي معين اسويه واكتبه هنا، ويكون شي مختلف. فاني بديت اول تقريبا 4 شهور سويت كم شغلة، او لا اول 3 شهور، وبعدين صار اكو شي معين بحياتي لمدة تقريبا 3 ل 4 شهور، واني ما قدرت اسوي اي شي. من اقول لكم اي شي، يعني حتى فيديو للتيك توك ما كنت الحق انه انا اصور. شي مهم هواية وعلمني هواية كان يصير وياي. المهم، ولهذا انتركوا التشالنجز. رجعت مرة ثانية وحاولت انه اني اسوي، بس ما ضبط وياي الموضوع.
فراح اخلي هذا الشيء على جنب. اما هنا هاي الورقه بيها فكره انه ردت كل اسبوع اغسل فرش مكياجي وما اجل اي اسبوع، لانه اني فرش مكياجي يتمون او يتوسخون بسرعه، يعني كميتهم تزيد بسرعه لانه اني استخدمهم مره واحده وبعدين اخليهم على جنب لازم ينغسل. فنتيجه لانه اي كيب تراك اوف ات اسوي جدول، وهذا الجدول بصراحه بديت باول اسبوعين تقريبا، وبعدين صارت سوالف وبعدين ما سويت وبعدين ما سويت، وهذا ما له داعي بكل صعب. ولو اني احس انه اذا تريدون تسوون فيجن بورد او حتى تكتبون اهدافكم للسنه او لاي شيء، لازم انه كل كم شهر ترجعوا لها وتضبطوها، مو تبقون طول السنه تحاولون ان تسوون شيء وما توصلون شيء. هاي نصيحتي لنفسي بصراحه قبل ما تكون لكم. راح احاول اكتب شنو الاشياء اللي اقدر اسويها او تصير مثل الخطه اللي امشي عليها على مود اوصل للعدد اللي اني اريده. ممكن اوصل ممكن لا، بس اسوي خطه على مود ما احس بتأنيب الضمير بنهاية السنة. فنجرب. خليت لهم فيونكة ل10,000 مشترك، وهاي هي الفيجن بورد للشهرين الجايين، فإن شاء الله إنه ألتزم بيها قدر الإمكان. هنان الأشياء اللي موجودة هذول راح أحاول، ولكن هذا الشيء هو الأساسي. هذا كان فلوج اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا، لأنه أنا حاسة إنه كان أكو فقرات هواية أو حكي أكثر، يعني هواي حكيت، فالله يستر لما أسوي الأدت شنو راح يصير بي، راح أندم على كل لحظة حكيت. المهم أتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفاديتوا من عنده، وانطوني رأيكم بالكومنتس، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هم تكون ممتعة بالنسبة لكم وتفيدكم. وبس يا رب دائما ضلوا بخير.